الاهلي وسيمبا تحس ان كولر كان مصمم يخرج الاهلي. لو عايز يخرج الاهلي من البطوله مش هيرتكب الكوارث اللي عملها كولر. اسوأ واحد في مباراه الاهلي، مفيش نجم، المباراه ما فيهاش نجم. تيجي بعد اي ماتش تقول مين نجم الماتش، مش هتلاقي. الماتش ده مش هتلاقي فيه نجوم قد ما هتلاقي ان كولر ادار اسوأ مباراه للاهلي تحت قيادته. الراجل ما تفهمش، كان نايم سرحان، يوم مش عادي، كرة غريبة، في حاجة غريبة بتحصل في الماتش ما انتش فاهمها، لعيبة نايمة لسه ما وصلتش. ده حسين الشحات ومروان عطية ما وصلوش اصلا لاستاد القاهرة، الدقيقة وصلت 30 وما باصوش ولا مباصية صح، اللعيبة لسه نايمة. والراجل بتيجي الدقيقة 87 او بتيجي الدقيقة 85 ما عملش ولا تغيير. هل كولر مستني ايه؟ ربنا سترها معاه النهارده انه ما خرجش. اقسم بالله ربنا سترها مع كولر النهارده ان الاهلي ما خرجش. بتلاعب فريق عباره عن 2 مدافعين وراجل جون اللي اسمه علي وزه ده ولا علي سليم ده، لو اتشاطت عليه اي كوره اقسم لك بالله لو شطت عليه كنبه هتخش في جون. هل لعيبه الاهلي اصلا سددت؟ هل لعيبه الاهلي جربت؟ انا بقول لك يوم مع عقرب وباينه ان هي مش ماشيه، ولا مع تاو ولا مع كهربا ولا مع حسين الشحات. طب انت مستني ايه؟ ما هو في الكوره ادتك 5 تغييرات، باينه ان هي مش ماشيه مع اللعيبه. انت مستني ايه يعني؟ ايه الخزعبليات اللي في دماغك؟ تاو بياخد الكوره عايش في عالم سمسم لوحده خالص، ياخد الكوره يقعد يجري يرجع بيها تتقطع يا يباصيها غلط، في حاجات غريبه بتحصل، ويقوم جاي بقى عشان يعجرف الدنيا خالص. انا بقول لك اليوم مع عقرب اللي قبلنا قالوا لو الكوره مدياك ظهرها سايسها. طب لعيبه الاهلي سايست الماتش، سايست الكوره؟ لا. كولر عايز يعمل ايه ما تفهمش، بيعاند وبيكابر في حاجه غلط. يا عم مش عيب ان انا بدات غلط او بدات بتشكيلي فباين ان في لعيبه في الملعب اصلا مش مركزه، مش اليوم مش مديهم الكوره واقفه معاهم. عادي ان انا اغير، مش عيب، من الدقيقه 10 ممكن اغير عادي. انت معاك دكه كامله متكامله، الدقيقه بتوصل 60 ولا 65 نص ملعب الاهلي مش قادر. العيال دي كانت بتنقل كوره النهارده ما نقلهاش في تنزانيا. اقسم بالله الماتش ده اللي يشوفه يقول فريق سيمبا ده بيلعب في ملعبه، لان الاهلي اصلا مش موجود في الماتش. الاهلي بيتعادل مع سيمبا ده ذهابا وايابا وهي فرقه ما تستحقش. لعيبه الاهلي لو مركزه تكسب سيمبا ده رايح جاي بسهوله قوي، مش الفرقه اللي تعطل الاهلي. صعود غير مطمن بالمره، خاصه ان انت رايح تلاعب عتاوله افريقيا في الكوره. انت هتلاعب الماتش الجاي صن داونز. طب انت لو سرحت زي ماتش سيمبا النهارده معاهم ربع ساعه هيخطفوك. طول عمر صن داونز، بص على ماتشات صن داونز والاهلي، الاهلي يسرح ربع ساعه يقوموا جايين خاطفين الاهلي، تسرح معاهم 5 دقائق. دول عايزين ال 90 دقيقه هنا. وفي جنوب افريقيا تبقى مصحصح، تبقى فايق لهم، لان انت بتلاعب كواليتي عالي جدا. انت مش هتلاعب انيمبا ولا هتلاعب فريق حوش عيسى، انت رايح تلاعب اقوى كواليتي في افريقيا. اقسم بالله زي ما بقول اوعى تسرح معاهم ولا تغفل، لو غفلت هم اللي هيغفلوك وهتحس ان انت بره. فالاهلي النهارده كان معرض بنسبه 90% انه يبقى خارج البطوله بسبب مارسيل كولر. دي اسوأ مباراه كولر ادارها للاهلي من يوم ما جه مصر. الراجل ده عمره ما عمل كده. هل الراجل ده يعني شارب حاجه ولا مش فاهم ايه اللي بيحصل طول الماتش؟ انا ما هو في ايه المبرر؟ ما انا مش لاقي له مبرر الصراحه. ايه المبرر الراجل ده عمله؟ انا مش عارف. الراجل سرحان في يوم مقفل ويوم صعب وكوره باين عليها صعبه. بص الجون اللي سيمبا جابته اصلا كوره ملعوبه بالدماغ طالعه بره تخبط في دماغ واحد وتغير اتجاهها وتخش جون، فما انتش فاهم ايه اللي بيحصل. لازم كنت اغير على طول، افوق الملعب، خاصه ان الجون بتاع سيمبا ده يا عم هوشه هيقع. شوط له كوره من عند الشناوي اقسم لك بالله هتيجي فيه جون. ما هوش فاهم هو بيعمل ايه، ولا لعيبه الاهلي بتجرب ولا بيشوطهم وسرحانين وكل واحد في ملكوت تاني، تحسهم مهمومين. ده حسين الشحات ومروان عطيه ما وصلوش استاد القاهره. حسين الشحات النهارده ما شاطش ولا شوطه على الجون، ولا كوره حسين الشحات شاطها على الجون. ودي احصائيه غريبه لحسين الشحات من يوم ما مستواه بدا يعلى مع كولر ويتالق. النهارده حسين الشحات عمل ايه؟ كلها بينيات. ده كولر يعني حسين الشحات عمل كوره تبين لك ان بيرسي تاو فعلا لسه ما راحش استاد القاهره، لسه قاعد على السرير او ما صحيش
الراجل لعبها له انفراد، الراجل بيستلمها برجليه اليمين. يا عم تاو انت راجل اشول، انت راجل اشول. ده بيستلمها عند الكورنر وهو في قلب الجون. عارف دي لو يعني حسين شحات عملها وتاو هوش الجون هتخش فيه جون لوحدها. انما دي اسوأ مباراه للاهلي وصعود غير مطمن بالمره. بس ده ما تاخدش الماتش، لان كل ماتش ليه مقاييسه. وانا متاكد مليون في الميه ان الاهلي عمره ما يلاعب صن داونز بالطريقه الساذجه دي. وهتلاقي ليهم حاجات غريبه بتحصل، استحاله لعيبه الاهلي تعمل الكلام ده، لان انت رايح تلاعب صن داونز. فهو النهارده ده تحذير للاهلي ولاعيبته والكولر، ان انت كنت هتخرج وربنا سترها معاك. دي حقيقه وانا متاكد منها. الراجل نزل موديست مش لاعب كوره يا جماعه. موديست مش لاعب كوره. لاعب الكوره بيبان من اول لمسه. مفيش حاجه اسمها اصل لسه اللياقه البدنيه، اصل لسه ما سخنش. لا، لاعب الكوره بتنزله الكوره تحت رجله بيبان انه لاعب كوره. ده مش قادر يمشي. ده مش عنده 30 سنه، ده عنده 200 سنه. ده انت تحس انه مركب بيزق انابيب برجله وهو بيجري، مش قادر يمشي. فده انا قلت من اول ما جه صفقه سيئه جدا جدا جدا. وبعدين انت ما عندكش ثقه في موديست ولا في صلاح محسن. عادي كنت انا ممكن خالص طالما انت مدير فني شاطر جدا، وانا متاكد من الكلمه اللي بقولها، كولر شاطر جدا. بس هو النهارده كان يعني كاسين اللي رافعهم كانوا مغيرين الدنيا. كنت لعبت بيرسي تاو مهاجم طالما مش ماشي مع كهربا. باينه ان هي مش ماشيه مع كهربا. وبعدين اليوم لعيبه الاهلي كلها بره الماتش، مش يومهم. الوحيد اللي يخلص لك هو علي معلول. سبحان الله، جت عند علي معلول عملها زي ما الكتاب بيقول. الكلمه اللعبه الوحيده اللي علي معلول عملها صح، او لعيبه الاهلي عملتها صح، هي كوره الجون بتاع الكهرباء. محدش هيخلص لك يوم زي ده غير علي معلول. الاهلي صعد بدعاء الوالدين. لو الفيديو عجبكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب. استنوني في فيديوهات جايه كتير.